السلام عليكم. والسلام يا باشمهندس، اخبارك؟ اخبارك ايه؟ اتفضل. الحمد لله، والله زي الفل. بقول لك انا عندي في بضاعه في الصين وعايزك تجيبها لي. تمام، هي البضاعه قيمتها كام؟ يعني حوالي 650,000. تمام، مفيش اي مشكله خالص. انا هدفع لك 20,000 عربون، ولما البضاعه تيجي هبقى اديك باقي الفلوس. بص حضرتك يا باشمهندس، انت عندك شقين من الشغل عامه عشان بس تبقى فاهم. حضرتك اول مره تستورد. بالظبط كده. تمام. انت عشان تستورد شغل، حضرتك اللي بتستورد من الصين، يعني انت اللي بتجيب شغلك كله. انا ما الا ان هي شركه تخليص تجاري، ناخد عموله بسيطه اللي هي 5%، ومقابل كده بنأمن لك شغلك لحد ما يجي هنا، بنستورد لك على الورق بتاعنا اللي هي البطاقه الاستيراديه. تمام. فحضرتك لما تستورد، حضرتك اللي بتجيب الشغل وبتدفع ثمنه، واحنا بنأمن لك الشغل ده. تمام. لان ايه الفرق بين الاستيراد وانك تجيب بضاعه من هنا؟ انت هنا ممكن تيجي تشتري من تاجر جمله شغل، تمام. بتدفع عربون صغير، ولما بتيجي تستلم بتدفع بقيه الفلوس. تمام. بس هو بيبقى ضايف عليك مكسب كبير لان هو بيشتغل بفلوسه. اكيد. لكن لما حضرتك بتستورد من بره، حضرتك اللي بتستورد بفلوسك، ولذلك هامش الربح بتاعك بيبقى كبير. لان انت لو خليت حد يشتغل بفلوسه، تمام، وهو يجيب لك البضاعه وتدفع انت عربون قليل، هيبقى ضايف فلوس كتير مقابل ان هو اللي بيجيب لك البضاعه. تمام. والا هو يجيبها ويبيعها لان هو شغال بفلوسه. تمام. يبقى المكسب كده مش بتاعك. فانت عشان تستورد لازم تعرف ان انت اللي هتشتغل بفلوسك، وحضرتك هتجيب البضاعه كامله من بره بفلوسك كلها. تمام. واحنا ما ان احنا مخلصين تجاريين بنخلص لك شغلك لحد هنا. تمام، يعني هو المفروض دلوقتي انا بدفع الفلوس كلها وبنتعاقد حضرتك مع تدفع بعض. ثمن البضاعه كلها. تمام. ولما بتيجي الحاجه بدفعك ثمن الجمارك والشحن والعموله بتاعتنا في الاخر خالص. خلاص تمام. توكلنا عشان على تقدر الله. تكسب المكسب اللي انت عايزه. تمام، توكلنا على الله. شكرا يا باشمهندس. ماشي يا باشمهندس.